هم القبارصه بيقولوا ايه؟ الا ريكوب الا ريكوب يا سوتي كانس الى تينيا. البلد التانية معانا من سلسلة تسافر فين في سبتمبر هي قبرص. قبرص هي جزيرة الحب والجمال. قبرص بقى غريبة جدا، بتجمع ما بين الهدوء والتاريخ والجغرافيا الغريبة. يعني هي ممكن تقول جزيرة أربعة في واحد. لو رايح عشان البحر فأنت عندك نيسي بيتش في أيا نابا، وكمان البلو لاجون بميته التركواز الشفافة، حاجة كده تحفة جميلة جدا. أما عشاق التاريخ فيستمتعوا جدا بمدرج الكوريون المطل على البحر على طول، حاجة كده فخمة تحسك مسرح روماني. ناقص ونتخانق. اما لو عاوز تعيش الاجواء المحليه فانت محتاج تسيب الساحل خالص على جنب كده وتروح القرى الجبليه زي لكارا واومودوس. وطبعا مش هننسى اهم حاجه وهو الاكل. عندنا الحلومي تشيز اللي هتجربها فرايد او جريلد، وكمان عندك السوفلا. السوفلا ده اللي هو السوفلاكي بتاع اليونان المستعبط، بس اتاكد ان هو يبقى حلال ماشي. وعندك بقى ايه في الديزرت؟ اللوكوماديس، وعندك كمان البوريكيا. ان شاء الله اكون انا نطقتهم صح، وان شاء الله اللي انا ناوي اقوله لك انت هتروح تعرف تطلبه وهتكون تستمتع وهيبقى طعمه جميل، وان شاء الله يبقى القهوه حلوه تمام. انت مش هتخلص على اي حاجه لو انت جربت هناك الاكل اللي انت شفته على هواك. والجميل في الموضوع ان ممكن تروح تزور العاصمه نيكوسيا وتعدي للجزء التركي، او تروح تزور مدينه الاشباح فاماجوستا. يعني هي جغرافيا غريبه، جزء تركي جزء يوناني، بفر زون عشان الناس اللي بتتخانق مع بعض، واليوكي عشان تزود الخناق اكتر. احنا عارفين طبعا اليوكي ناس محترمه قوي يعني. تنوع رهيب في مكان واحد بدون زحمه الصيف. احنا في الفيديو الجاي هنتكلم عن دوله هي معروفه ان هي حلقه الوصل بين القارات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.